اسمي علاء الدين الفارس، ناشط سياسي أممي لأجل الوطن والإنسان. نشأت في أسرة سياسية ذات أصل هاشمي حسيني من أهل السنة والجماعة. أجدادي دخلوا مع صلاح الدين الأيوبي محررين، ثم قاتلوا في الثورات المتعاقبة ووقفوا وساندوا السلطان عبد الحميد ضد الثورة العربية. جئت إلى تركيا هنا كصاحب مشروع جديد، يعني يني بروجكت صاحبيم. هذا المشروع يهدف إلى وحدة الأمة، يعني برلشمك için Kudüs için. الوحدة لأجل القدس، yani beraberlik şart zafer için Türkler, Kürtler, Araplar, وحدة العرب والأتراك birliği şart zafer için. جئت إلى تركيا قبل 3 سنوات ومشيت من إسطنبول إلى أنقرة. هذا المشروع الذي أنادي به بعد أن مشيت من إسطنبول إلى أنقرة شهر في داخل إسطنبول، مشيت في داخل إسطنبول لمدة شهر، ثم 38 يوما في الطريق بين إسطنبول وأنقرة على الأقدام. طبعا انطلاقتي كانت في التاسع والعشرون من شهر آب، وهذا التاريخ هو تاريخ استشهاد ناجي العلي اللي هو صاحب صورة حنظلة بو حنظلة كاريكاتير. يعني هذه الرسالة واضحة، حنظلة اليوم يدخل مرحلة جديدة في هذا التاريخ، والتاريخ الذي يليه 30 من شهر آب عيد النصر التركي. تمام؟ هذا التاريخ يشكل مرحلة جديدة لحنظلة. حنظلة يدرك أنه منذ أن سقط الطربوش الأممي الذي صنع في مصر وأقر في تركيا ضاعت فلسطين. لذلك عودة فلسطين لابد أن تكون عندما يتوحد العرب والأتراك بالدرجة الأولى. عندما أنهيت رحلتي بين إسطنبول وأنقرة اتصل بي مترجم الرئيس التركي، رافقني الأمن التركي في الطريق، استقبلوني برئاسة الوزراء، قالوا لي هل تريد شيئا شخصيا؟ رفضت أي طلب شخصي لأن حنظلة يرفض الاسترزاق على قضيته. بعد ذلك بدأت أسعى لموضوع يعني سمح لي بالأنشطة الفردية. بعد ذلك وصلتني رسالة أن هناك جهات دبلوماسية تحرج قيادة تركيا من التعامل معي كصاحب مشروع، فقمت بعمل إضراب عن الطعام. أضربت عن الطعام في 15 من الشهر السادس 2020، و40 يوما بشكل متواصل على الماء والملح والسكر، فقدت فيها 12 كيلو يعني من وزني. ثم بعد ذلك بقي إضرابي على أسابيع متقطعة على الماء والملح، ثم بعد ذلك على الكربوهيدرات الصناعية، ثم البروتينات الطبيعية. 9 شهور بشكل متواصل، 240 يوم إضرابات. ثم بعد ذلك أصبحت عاجزا. أنا الآن أعيش على الحليب واللبن. Şimdi yani Kudüs için, şehitler için, esirlerin için, vatanlarımız için, denizlerin için, toprağımız için birleşmek şart zafer için. Şimdi birliği ümmetimizin özgürlük, dünya şart zafer için. Yani الآن نحن نمر بمرحلة عصيبة، حدود var, هيانات var. Arap hükümetler maalesef hainler, yani birliği değil. أنا الآن أدعو للوحدة، أدعو لوحدة الأمة، أدعو لوحدة الأحرار، أدعو الأتراك، أي büyük millet, ey Türkler, Mehmet Fatih evlatları, Kudüs'ünüz tehlike altında. Neredesiniz? Ey Kürtler, Salahaddin el-Eyyubi evlatları, Kudüs'ünüz tehlike altında. Neredesiniz? Ey büyük millet Araplar, özgürlük Araplar, özgürlükler. Neredesiniz? Kudüs'ünüz tehlike altında. Şimdi أنا هنا الآن في أنقرة، يعني ما زلت أخوض الإضرابات عن الطعام، ما زلت مصرا على أن أنتزع غطاء قانونيا من أي دولة سواء تركيا أو غيرها لأنطلق بهذا المشروع بطريقة صحيحة، بطريقة تكون قانونية. أجتمع مع العلماء ومع الشباب في سبيل أن أقدم مقترحا للبرلمان. هذا المقترح
يعني يتم التصويت عليه في البرلمان على أساس أن تتم الموافقة في عقد مؤتمر وضرب قبة وحدوية يمثل فيها العرب واحد، يمثل فيها الأتراك واحد، يمثل فيها الأكراد واحد. يعني هذه ليس فيها فلسطيني وسوري وعراقي، أولماز، ترك، كرد، عرب، شيشان، أندونيس، ماليز، أولور. يعني هذا المشروع الوحدوي يجب أن ينطلق. الأمة الآن بحاجة للوحدة. شمدي قدس يعني إشغال bitmedi. Şimdi zafer çok zafer var Filistin içinde ama şimdi Kudüs işgal bitmedi. Vatanlarımız işgal bitmedi. Şimdi Arap hükümetleri çok büyük sıkıntı. Ey Türkiye başkanları, Arap hükümetleri istemiyoruz. Elçilikleri, Arapları istemiyoruz. Türkiye başla. هنا البداية. نحن نناشد قادة تركيا ونقول لهم أنتم بداية عودة الأمة، أملنا بكم كبير. لا يهمنا من الذي سيكون رئيسا للدولة أو من سيحصل على عدد أكبر في المقاعد. الذي يهمنا أن اختيار الشعب هو اختيارنا نحن كأجانب. نحن هنا يهمنا أن تبقى تركيا قوية، يهمنا أن تتقدم تركيا، يهمنا أن تتجاوز مرحلة 2023 وتتعدى معاهدة لوزان. هذه قضايا تهمنا نحن كأحرار عرب. هنا يوجد 10 مليون عربي، 50 مليون تركي، 30 مليون كردي. burada başla. هنا البداية. هنا يلجأ المظلومون. يعني تركيا أحمالها ثقيلة، أينما يوجد مظلوم هي موجودة، تحاول رغم أثقالها أن تفعل شيئا. هذا الكلام نحن نقدره. نرى شيء كثير في تركيا يسوءنا، لكن المر الذي في تركيا أهون وأفضل من الحلو الذي في بلادنا العربية المحتلة. لذلك هذه يعني أنتم قلتم لي بلسانكم من خلال الأمن التركي ومن خلال استقبالكم لي نحن نحبك ونعاملك كصاحب قضية. أعطوني ورقة مكتوب فيها أنكم تعترفون بي كصاحب قضية. إذا حصلت على هذه الورقة فهذا يكفي، هذا يكفيني حتى أستطيع أن أجتمع مع الناس. يعني مثلا أنا قمت بعمل 2000 كرت من هذا، 2000 2000 كرت وزعتهم على الناس. أنا هناك التقيت ب2000 شخص في اسطنبول، أنقرة، التقيت بآلاف الأشخاص. أريد أن أجمع هؤلاء الناس الذين من العرب والأتراك والأكراد حتى نجمع هذا المشروع. بدون غطاء قانوني لا أستطيع أن أستثمر هذه العلاقات التي حصلت هنا عليها في تركيا، والحرية التي حصلت عليها في تركيا لن أحصل عليها في أي بلد آخر. لذلك يعني أتأمل أن يكون هناك استجابة من دولة تركيا، لأنني إذا عجزت عن خدمة قضيتي، أنا هنا لم آتي إلى تركيا لأجل أن آكل وأشرب، أنا حاجة إلى إذن قانوني. أرجو أن تستجيب يعني قيادة تركيا لهذا المطلب. نحن الآن بشكل أسيرlerin durumdur. Kudüs durumdur. Vatanlarımız durumdur. Mazlumların durumdur. Çocukların durumdur. Yani dünya durumdur. Bu şekil kelepçe açlık var. Şimdi açlık var. الآن يوجد هناك فيروس الجوع. في كل يوم يموت 12,000 خلال جائحة كورونا. يوميا يموت 12,000 من الجوع. هناك فيروس الجوع، هناك فيروس الخيانة، هناك فيروس الحدود، هناك فيروس الاتفاقيات الدولية التي قيدتنا وسرقت ثرواتنا. الآن فلسطين تتوحد خلف خيار واحد. الخيار الوحيد الذي تريده فلسطين هو خيار النضال ليس السلمي، الخيار النضال المادي الحقيقي. لذلك نحن الآن نريد أن نبرق رسالة لقيادة تركيا وللعالم. فلسطين ليست فتح وحماس. فلسطين فتح وحماس değil. Fetih ve Hamas çok az. Yani ikinci ha. Birinci Filistin ümmetimizin bizim. Yani bi'ecil ümme. Filistin Araplar 40 milyon Araplar Mesihî ve Müslim. 1050 milyon Müslüman. İnsanlar yani لأجل المسلمين لأجل غير المسلمين لكل إنسان. الآن يجب أن تكون هناك رسالة، لابد أن تضرب قبة تجتمع تحتها الأمة من أجل القدس وفلسطين. لابد أن تزول كلمة فلسطيني وسوري وعراقي وإلى آخره. لا يجوز أن نجعل فلسطين 15 مليون. فلسطين قضية أمة، قضية عالم. القدس هي بلد السلام، الذي أدعو له هو سفارة سلام أممية. هذه السفارة لابد أن تنطلق من قلب تركيا. لا ينفع أن أفكر في المرحلة القادمة
أن أكمل مشواري. في حال لم أحصل على إذن من الدولة سوف أكمل مشواري في كل الولايات التركية على الأقدام كرسالة شكر للشعب التركي، وفي سبيل أن أجمع 1,000,000 توقيع من الشوارع، 1,000,000 توقيع، 1,000,000 إمضاء. sonra مجلس أمة زيارات، يعني أزور مجلس البرلمان في سبيل أن أقدم هذا الطلب. لن أيأس من هذه المرحلة. الأمة بحاجة إلى قبة تضرب وحدوية وطنية إنسانية لا يكون هناك فيها شيء اسمه إسلامي أو علماني أو يمين أو يسار. صلاح الدين الأيوبي قدم في قيادة معركة حطين نصرانيا عربيا وهو مسلم كردي. هذه قاعدة. نريد أن نخرج من المظاهر، نريد أن نخرج من إسلامي علماني وهذه بحجاب وهذه بغير حجاب. الإنسان بمعدن والإنسان بحقيقته. لابد أن نستغل معادن الناس، لابد أن تتوحد الأمة. هذا المشروع يهدف باختصار إلى صناعة بعد إقليمي للمقدسات، كل المقدسات، عولمة قضية المظلومين كل المظلومين، وصناعة جيل جديد لا يخاف الرزق ولا يخشى الموت. her şey yeni nesil kurma için. Her şey bu mücadele bir menfaat şahsi bir menfaat için değil. Leysa li ecli menfaatin şahsiye. Sadece bu mücadele sava yürüyüş, grev sadece barış, elçiliği kurma izin istiyorum. Kurma izin içindir. Her mazlumların için لأجل كل المظلومين لأجل تأسيس سفارة سلام أممية. مفهوم السلام تشوه في هذا الزمان. لابد أن نعطي مفهوم السلام الحقيقة. لابد أن نتخلص من قيود المستعمرين الذين سموا أنفسهم استعماريين وهم استخرابيون. كابن فلسطين وكعربي وكابن أسرة هاشمية سياسية ومن نسل الحسين رضي الله عنه ومن أهل السنة والجماعة أدعو هذه الأمة لوحدة حقيقية يزول فيها اسمي، تزول فيها الأسماء والمسميات، تقوم على أساس عظم الكفاءة ونكران الذات. هذا الآن هو الواجب. أنا أتمنى من قيادة تركيا أن تستجيب لهذا المطلب، تتبنى المشروع. ولا أريد شيئا ولا أريد أن يظهر أي شيء يخصني. هذه قضية مفصلية. إذا لم تتحرك لأجلها تركيا من سيتحرك؟ تركيا هي أملنا الوحيد الآن. لذلك فلسطين، القدس، بلادنا المحتلة من الظالمين، المقدسات، كل المظلومين في الأرض من المسلمين وغير المسلمين، من العرب وغير العرب، يجب أن نقف معهم. الثروات التي في بلادنا الآن منتهبة. يجب أن نسترد ثرواتنا. نحن الأمة التي خلقت لتهب للدنيا الحياة. يحير أبناؤها في الأرض يبحثون عن حياة وما هم بواجديها كسراب يحسبه الظمآن ماء. مستحيل. نحن عندنا ثروات نستطيع من خلالها أن نشبع العالم. نحن الذين وقف زعيمنا في يوم من الأيام وقال انفروا البذور على رؤوس الجبال يموت أطفالنا من الجوع. نحن الأمة التي علمت الدنيا كيف السلام وكيف الحقيقة وحاربت الإرهاب. نتهم بالإرهاب. نحن أطفالنا يقصفون وتأتي الأنظمة التي المفترض أن تدافع عنا، أنظمة العرب، تأتي وتقف مع الصهيوني ضد الشرفاء. هذه مصيبة كبيرة. يجب أن تنتهي هذه الفرقة. Hudut istemiyoruz. Arap hükümetleri istemiyoruz. Vallahi helal olsun sana çocuk. هيانات istemiyoruz. Helal olsun. نحن لا نريد كل هذا الواقع. نريد قبة تضرب لأجل الأمة، لأجل الأحرار، لأجل المظلومين، لأجل أن نتحرر، لأجل أن نصنع جيلا جديدا. Her şey şehitlerin için. Her şey esirlerimiz için. Her şey Türklerimiz için. Her şey mazlumları için. Her şey dinizleriniz için. Her şey çocuklarınız için. Her şey Allah için. Allah razı olsun. Olay bu işte. Teşekkürler.